السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابي لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة. حلقة تقويم النهائي لدرس الحال لطلاب الصف التاسع منهاج الجمهورية العربية السورية. أقرأ الأبيات الآتية ثم أصمم في دفتر جدولا مماثلا للجدول الآتي وأملأ حقوله بالمطلوب. قال البحتري واصفا الربيع: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما. قال ابن زيدون متغزلا: إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ووجه الأرض قد راق. قال المتنبي: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. الجدول: الحال يختال، نوعها جملة فعلية. رابط جملة الحال ضمير مستتر تقديره هو. الحال ضاحكا، نوعها مفردة. الحال مشتاقا، نوعها مفردة. الحال والأفق طلق، نوعها جملة اسمية. رابط جملة الحال الواو. الحال عزيزا، نوعها مفردة. الحال وأنت كريم، نوعها جملة اسمية. رابط جملة الحال الواو والضمير. الحال بين، نوعها شبه جملة. السؤال الثاني: أحول الحال الجملة إلى حال مفردة والحال المفردة إلى حال جملة في قول البحتري: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا. الجواب: أتاك الربيع الطلق مختالا وهو يضحك. السؤال الثالث: أشرح البيت الآتي ثم أعرب الشطر الأول منه. قال حازم القرطاجني مادحا: أفاض نداه مغنيا عن سؤاله، فما عز مطلوب ولا ذل طالب. الشرح: ما أعظم عطاؤه الذي فاض على الجميع، فلا ينتظر طالبا إحسانه ولا يرد محتاجا عن بابه. أفاض فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. نداه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. مغنيا حال منصوبه وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. عن سؤاله، عن حرف جر سؤاله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الجار والمجرور متعلقان باسم الفاعل مغنيا. الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. السؤال الرابع: أتحدث إلى زملائي واصفا احتفالا أقامته مدرسة بمناسبة وطنية موظفا الحال. الجواب: أقامت مدرستنا احتفالا جماهيريا بمناسبة عيد الجلاء، وبدأ المدير بإلقاء كلمة في الحفل واصفا بطولات أجدادنا، مثنيا على أبطال الحاضر، وهو واثق بأجيال المستقبل. السؤال الخامس:
أكتب فقرة أصف فيها بطولة شهيد من وطن موظفا الحال. الجواب: إن البطل يوسف العظمي رفض أن يدخل الفرنسيون سوريا من دون مواجهة، فخاض معركة غير متكافئة مضحيا بنفسه ليصبح شعلة من شعل الحرية والكرامة، ورفض الذل والخنوع، واجه أسلحة العدو الفتاكة شامخا كالجبال، لا يخشى الموت، فسقط شهيدا على ذرى الوطن، فصعدت روحه تغني أغنية الشهيد وتتحدث عن بطولاته ومقاومته. طلابي، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.